السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. اسلام حفني معاكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الجريد، والجريد فيتشر جديد لسه نازل مؤخرا في اخر كونفيج اتعمل لفيجما. هنشرح مع بعض ايه السيناريوهات اللي احنا ممكن نستخدم فيها الجريد، وايه الفرق بينه وبين الاوتو لاي اوت، امتى نستخدم ده امتى بنستخدم ده. فيلا بينا نبتدي مع بعض على طول كده. عندنا في تو ديزاينز هنتست عليهم موضوع الجريد ده. اول حاجه هتبقى في فورم، وتاني حاجه في البنتو جريد. طبعا انا جايبهم من الملفات اللي فوق هنا من الكوميونتي. اول سيناريو كان دايما بيبقى مخلينا محتاجين الجريد، ان لما تيجي تعمل فورم فيها وليكن تو انبوتس جنب بعض. لحد هنا احنا مش بيبقى عندنا مشكله في الريسبونسفنس، يعني بنعمل اوتو لاي اوت عادي جدا، كل واحد بيفيل كونتينر والدنيا بتبقى ظريفه. لو انا باجي اقلل او ازود في الويتس الدنيا بتبقى ريسبونسيف معايا ومفيش مشكله. المشكله كانت دايما بتيجي لو هحط فيلد زياده تحتهم، فيلد تالت يعني، وهشيل ده خالص. فهيبقى قدامي حل من الاتنين، يا اما هخليه يملى الكونتينر وساعتها هيبقى شكله مش اظرف حاجه، يا اما كنت هثبته، يعني كنت هشوف ده قد ايه مثلا، وليكن ده 293 هخلي ده 293 زيه، ابقى انا كده ثبته كده، هو مبقاش ريسبونسيف. فلما هاجي احرك الكونتينر بتاعهم هلاقي ان اللي فوق بس هم اللي بيتحركوا، لان هم اللي ريسبونسيف في الكونتينر، اللي تحت ده بقى ثابت. طبعًا هي كان ليها لفة كده، أنت كنت ممكن تعمل مثلًا الاتنين مع بعض وتخلّيهم في الcontainer، وبعد كده تيجي عند واحد فيهم تخلّي الopacity بتاعته 0، وساعتها هتلاقي إن هُم بقوا responsive. بس طبعًا يعني هو حاجة برضه مش ألطف حاجة يعني، بس يعني كان بيبقى تحايل بس لحد أمّا يعملوا الgrid دي. ولكن دلوقتي الموضوع هيبقى أظرف من كده وأسهل بكتير. طيب تعالوا نشيل ده خالص، ونشوف بقى ليه الgrid ممكن تبقى مفيدة في سيناريو زي ده. تعالوا نعمل ده duplicate. بعد كده هنيجي عند التو فيلدز دول ونعمل لهم سيلكت، هنلاقيهم ان هم اوتو لاي اوت في الشكل اللي هو الهوريزونتال. فانا بالمناسبه يعني هم الاوبشنز دي هي نفس الاوبشنز بتاعت الفريم والاوتو لاي اوت، الاثنين مدموجين في بعض. انا لو عملت ده كده ده هيبقى كده فريم عادي خلاص. لو عملت الاوتو لاي اوت الفيرتيكال او الهوريزونتال او اخر واحده خالص اللي هي الجريد. طيب بعد ما ادوس على الجريد انا لازم احدد دلوقتي انا عايز الجريد بتاعتي يبقى الاستراكشر بتاعها عامل ازاي، الصفوف والاعمده بتاعتها عامله ازاي. فانا هم طبعا بيبقوا عمودين وفي نفس الوقت برضو صفين، فانا هعملها 2 في 2. فاجي اسلكت هنا واكتب بايدي كده 2 هنا و2 هنا وادوس انتر، يبقى هو كده عمل لي الجريد 2 في 2. اوكي. طيب مشكله الجريد بقى في موضوع الهايت ده ان انت لازم انت اللي تعمله بايدك. فاحنا ممكن بقى ايه نعملها بالنظر كده علشان بس ما نطولش في الفيديو، ولكن انت المفروض تحسبها. يعني انت هتحسب مثلا 36 وتزود الجاب دي اللي هي 13 اللي هي 12، وتزود 36 كمان وتجمع جمعتك، وبعد كده تظبط الهايت بتاع الجريد كلها، يبقى انت كده خلصت الهايت المناسب يعني. ولكن خلونا نشوف احنا دلوقتي عندنا هو اوتوماتيكلي فيجما حط. طب بص تعالوا نشيل دول عشان بس نشوف لو هي هتبقى فاضية خالص هنحط الاليمنتس بتاعتنا ازاي. مبدئيا كده احنا قلنا ان هي 2 في 2، يعني في 4 سيلز او 4 كونتينرز هم متعلمين قدامنا دلوقتي هم. فانا محتاج ان انا احط 3 انبوت فيلدز، 2 جنب بعض وواحد لوحده تحت، وفي نفس الوقت كله يبقى ريسبونسيف. فانا هاخد ده، يا اما اخده دراج اند دروب كده واحطه هنا، يا اما كوبي بيست عادي جوه يعني. اعمل هنا كوبي واجي هنا كده اسلكت السيل دي وادوس بيست ينزل لي على طول في السيل. دول الطريقتين اللي ممكن انقل بيهم. بعد كده اجيب ده احطه برضه في نفس المكان، وبعد كده بقى في التالت تحت خالص احط الفيلد التالت بتاعي. بس كده بمنتهى البساطة هي دي الطريقة اللي ممكن اخلي الموضوع بيها ريسبونسيف بدون ادنى مشكلة خالص. زي ما احنا شايفين كده الدنيا بقت جميلة وريسبونسيف وظريفة. لو عملنا فيل كمان هنلاقي ان الدنيا ظبطت وبقت ريسبونسيف لكل الفيلدز اللي جوه.
طبعًا في شوية options هنا، يعني في مثلًا الجزء ده بيتحكم في العمود ده، لو أنا مثلًا ثبّته، هو معمول auto عشان يبقى responsive، لكن أنا لو ثبّته مثلًا، لو قُلت إن أنا هاخلّيه 100 مثلًا، كده أنا ثبّته خلاص، فمهما أحرّك الحاجة ال أغيّر الwidth هالاقيه إن هو ثابت مش هيتحرّك معايا، ولكن طبعًا إحنا يُفضّل إن إحنا نعمل حاجة بالauto دي عشان تبقى الدنيا responsive، وهي دي الفايدة أصلًا ورا الgrid. طيب نيجي بقى للbento grid، علشان دي برضه مختلفة شوية عن الحتّة بتاعة الinput fields. أنا دلوقتي عندي grid مكوّنة من 5 كروت. طيب الأول برضه لمّا كنت باجي أعمل حاجة زي كده، أنا بالنسبة لي ال3 اللي تحت متساويين دول مش مشكلة، كل واحد فيهم برضه هيبقى fill زي المثال بتاع الfield كده بالضبط، ومش هيبقى عندي مشكلة لو أنا عملت auto layout مش هتفرق معايا، ولكن اللي فوق ده هو اللي هيسبب لي مشكلة شوية، لإن أنا لو عملت auto layout وخلّيت الاتنين دول، يعني أنا لو عملت الاتنين دول كده، لو جينا عملنا duplicate وجيت هنا خدت ده كده وقُلت الغي الgrid خالص وخلّيهم كلّهم تحت بعض حتى مش مشكلة. وجيت خدت أول 2 دول وعملتهم auto layout وخلّيتهم horizontal، نزوّد بس شوية الheight كده. بغض النظر عن الalignment اللي باظ ده، ولكن أنا لو خلّيتهم auto layout وكل واحد فيهم fill هيبقوا قد بعض، ولكن أنا عايز كارت منهم يبقى highlighted شوية، يبقى أكبر شوية من الباقي، وفي نفس الوقت عايزه يبقى responsive. ففي الauto layout أنا عمري ما كنت هاوصل لده خالص، أنا ممكن كنت أخلّيه fixed، يعني كنت ممكن أثبّت ده كده اللي يبقى يعني حجمه كبير شوية، وده اللي هيبقى responsive. يعني لو جينا نحرّك كده هنلاقي اللي على الشمال ده هو اللي responsive، اللي على اليمين ده ثابت ما بيتحركش خالص، أوكي؟ فالgrid برضه بالنسبة للجزئية دي يعني حلّت لنا برضه مشاكل كتير، تعالوا نشوف ممكن نعملها إزاي بنفس الطريقة. تعالوا نشيل كل دول. طيب هنعمل grid، تمام، وهنقول إن هي إحنا عايزين صفين و3 أعمدة. إحنا بنختار الأعمدة based على أكتر elements عندي هاحطها، اللي هم ال3 كروت اللي تحت دول، وفي نفس الوقت هم 2 rows، أوكي، يبقى إحنا كده عندنا 3 في 2. طبعًا الgap إحنا بنضبطها سواء بين الأعمدة أو بين الصفوف، يعني زي ما إحنا عايزين 24 عايزين 12 أيًا كان، دي حاجة بنضبطها من الproperties اللي هنا. طيب نفس الكلام هناخد بقى الحاجة copy، نحط دي مثلًا كده أول حاجة خالص، أعتقد أنا عملت لها copy غلط، كده مضبوط، هي دي اللي هتبقى على الشمال عندي، وبعد كده هاخد دي كده، لو لاحظنا إن هي واخدة 2 containers، واخدة 2 cells، تمام، فدي واخدة واحدة ودي واخدة 2، يعني مش واخدة واحدة زيّها، لأ، أنا بعد أمّا مثلًا هاحطها هنا أنا عايز دي تبقى أكبر، فلأ أنا هاخلّيها تاخد 2 cells، تبقى واخدة الاتنين. طبعًا أنا لو عملت كده وجيت جرّبت الresponsiveness automatically طبعًا هالاقيهم إن هم بقوا responsive والدنيا تمام. طبعًا ما تركّزوش أوي في الgraphics اللي جوّه الكروت، عشان أنا يعني قعدت أعملها كده سريعًا عشان الشرح بس. تمام، والباقي دول تمام، يعني دول هيتحطّوا زي ما هم كده ما فيش مشكلة خالص، يا إمّا ناخدهم زي ما قُلنا copy paste، يا إمّا drag and drop. تمام، تمام. بس كده، كده أنا بقت عندي الgrid كلّها responsive، اللي فوق واللي تحت وكل الكروت بدون أدنى مشكلة خالص. ف يعني زي ما قُلنا هو الموضوع مُكمّل لل ال الstructure أو الlayouts اللي إحنا بنستخدمها علشان نضبّط بيها الdesigns بتاعتنا، وطبعًا الgrid موجودة برضه في الCSS طبعًا يعني من زمان. ولكن هي كانت ناقصة إن هم كانوا لازم يحطوها في Figma، لإن زي ما شُفنا كده ليها سيناريوهات، طبعًا هو في سيناريوهات أكتر من كده، ولكن دول السيناريوهين اللي أنا ممكن بس أطبّق لكم عليهم علشان تقدروا تفهموا الgrid بشكل كويس. بس كده، ودي كل حاجة عن الgrid. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير، لو حابين تشوفوا فيديوهات أكتر عن الUX والUI أو tutorials الFigma ممكن تعملوا سبسكرايب للchannel. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.